ننتقل إلى البيت الذي بعده، وهو قول إمامنا الجزري منبها أن الباء أيضا لا تفخم، فقال رحمه الله: وباء برق باطل بهم بذي. نبه على هذه الباءات أنها لا تفخم. انظروا إلى كلمة برق، فيه مثلا فيه ظلمات ورعد وبرق. الباء هنا جاورت الراء والقاف المفخمتان، الراء مفخمة والقاف مفخمة، والباء لا يصح أن تتفخم، فيكون هكذا: في قولوا يكاد البرق، أو فيه ظلمات ورعد وبرق، فلا بد من ترقيق الباء وتفخيم الراء. باطل أيضا لا يصح أن نقول باطل، لا يصح تفخيم الباء بسبب مجاورتها للطاء وإن حال بينهما ألف. بهم بذي هكذا ذكر إمامنا الجزري. أنا لم أرى في حياتي من يفخم الباء في بهم ولا في بذي، لكن لعله من خلال ما رآه في البلاد رحمه الله دون هاتين الكلمتين. أنا أستبعد أن يفخمهما القارئ لأنهما مكسورتان، بهم بذي. نعم، عندنا فاصل يا سيدي. إذن نكتفي بهذا لأن البحث الآتي متشابك، وهو قوله رحمه الله: واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، أي في الباء، وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر. هذا الكلام متشابك ولا أريد أن أقطعه، فأشرح بعضه في هذه الحلقة وبعضه في الحلقة القادمة. نقف هنا، وقد بينا في هذه الحلقة قول إمامنا الجزري رحمه الله: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولد والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي. هنا وقف بنا الحديث، ونتابع إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة الكلام على بقية أبيات هذا الباب. واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر وربوة اجتثت وحج الفجر. وقف بنا الحديث عند هذين البيتين الذي يتحدث فيهما إمامنا الجزري عن حرف الباء وحرف الجيم بقوله: وباء برق باطل بهم بذي. ذكر هذه الكلمات الأربع ونبه القارئ ألا يفخم الباء عند نطقها، ثم نبه أن على القارئ أن ينتبه إلى صفتين من صفات الباء ولا يهمل إحداهما. الصفة الأولى هي الشدة، والصفة الثانية هي الجهر. فقال رحمه الله: واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، أي في الباء، وفي الجيم كذلك، الجيم فيها شدة وفيها جهر. أما الباء فنحن نعلم أنها شديدة لقوله رحمه الله: شديدها لفظ أجد قط بكت. فالباء في بكت تدل على أن الباء من الحروف الشديدة. وقلنا ونذكر بأن الشدة هي انحباس الصوت. جربوا هكذا: أب بعد أن تنطبق الشفتان، هل هناك مجال لأن يمتد الصوت؟ جربوا أب، مستحيل، لأن الشفتين قد انطبقتا على بعضهما وانحصر الصوت خلفهما. أب. وكما أن الصوت انحصر كذلك النفس انحصر. فالباء شديدة يعني لا يجري الصوت معها، مجهورة يعني لا يجري النفس معها، فإن الجهر ضده الهمس. وبينا بأن الهمس عند القراء جريان النفس، والجهر انحباس النفس، أو يعني انحباس أغلبه مع اهتزاز للوترين الصوتيين في الحنجرة. فالباء العربية مجهورة لما يقول أحدنا أب، فنجد بأنه لا مجال أبدا لأن يمر لا صوت ولا نفس. كذلك الأمر بالنسبة لحرف الجيم الفصيحة. الجيم الفصيحة أيها الإخوة التي كانت العرب تنطقها في زمن النبوة، والتي علينا جميعا مهما كانت أصولنا من أي شعب انحدرنا أن نتخلى عما اعتدناه من طريقة تصويتنا في العاميات
بصوت الجيم وننطقه كما كانت العرب تنطقه في زمن النبوة، شديدا مجهورا، يعني من وسط اللسان محبوس الصوت والنفس، هكذا أج أج أج. ولا يقول أحدنا أج أج أج، لا يجري الصوت عند نطق الجيم، هذه جيم عامية. ولا يغير مكان الجيم بالتقديم إلى الأمام باستعمال منطقة أمام وسط اللسان وهي منطقة الدال، فيصير يقول أج أج، اسمعوني جيدا، أج الرجيم. فهذا استعمال لطرف اللسان في حرف الجيم، والجيم من وسط اللسان. إذن الجيم من وسط اللسان، لا يصح أن أستعمل مع الوسط ما جاوره من طرف اللسان الأمامي، ولا أن أعود بالجيم إلى الخلف فأنطقها أج أج كما ينطقها في العاميات، مثلا أهالي تعز، منطقة تعز في اليمن، أو بعض أهالي عمان، أو أهل القاهرة والإسكندرية وما تاخمهما من مناطق، فإنهم ينطقون الجيم جيم، هذا في العاميات. شرق الجزيرة العربية يقلبونه ياء، فيقولون مثلا علم التيويد، هكذا قال لي أحد الطلبة مرة، قال لي أنا ما درست علم التيويد، التيويد، أرأيتم كيف قلب الجيم ياء، فأبقاها من وسط اللسان ولكن حولها إلى حرف آخر وهو الياء. كل هذه التقليبات لحرف الجيم تقليبات عامية لا تصح. أما الجيم الفصيحة الصحيحة التي كانت العرب تنطقها زمن النبوة من وسط اللسان، شديدة يعني محبوسة الصوت، مجهورة يعني محبوسة النفس، هكذا أج أج جا جو جي، أج جا جو جي، هكذا الجيم الفصيحة التي تلقيناها عن الشيوخ رحمهم الله تعالى بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الجيم التي وصفها أئمتنا فيما دونوه من مؤلفات ومصنفات في التجويد وفي النحو ككتاب سيبويه وغيره من الكتب الكبيرة التي دون فيها وصور أئمتنا عن طريق الكتابة حروف العربية، فجزاهم الله تعالى عنا كل خير. ما قلته نستطيع أن نراه على اللوحات التعليمية التي بين أيدينا في هذه الحلقة. إذا وقفنا في المرة الماضية كما نرى على الشاشة عند قول إمامنا الجزري رحمه الله: وباء برق باطن بهم بذي، يعني لا تفخم هذه الباءات، لا تقل برق ولا تقل باطل. ثم قال كما نرى باللون الأحمر: واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، الضمير فيها يعود إلى الباء. ثم قال: وفي الجيم، ثم أتى بثلاثة أمثلة للباء وثلاثة أمثلة للجيم، فقال رحمه الله: كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر. نرى على اللوحة تقدم أن الشدة هي انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف الشديد نتيجة غلق المخرج، وأن الجهر هو الوضوح في السمع نتيجة تضام الوترين الصوتيين واهتزازهما وانحباس كثير لهواء النفس. يجب على القارئ عند نطق الباء الفصيحة أن يحبس كلا من الصوت والنفس فينطق الباء شديدة مجهورة، فالتفريط في شدة الباء يضعف صوتها لدى السامع، والتفريط في جهرها يحولها إلى بي، حرف البي وليس هو من حروف العربية. هذا أيها الإخوة مشاهد. أحيانا مثلا بعض إخواننا لما يبدأ التلاوة مثلا يقول: بسم الله الرحمن، اسمعوني، بسم الله الرحمن الرحيم، خاصة إخواننا الذين يتبعون الأنغام هداهم الله وأصلحهم، يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، فلا يأتون بصوت الباء الصحيح، وصوتها هكذا: بسم الله بي شديدة مجهورة، هي حرف قوي، الباء قوية جدا لأن فيها شدة، فيها انحباس الصوت والنفس.
بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يصح أن يقول أحدنا بسم الله وكأن الباء صارت ممعوسة مهروسة، صوتها ضعيف جدا بسبب ترك شدتها. فمر مع ابن الجزري نماذج من هؤلاء الذين يقرؤون بهذه الطرائق غير الصحيحة، فنبه فقال: واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، أي في الباء. كذلك ترك التفريط في جهرها يحولها إلى بي. أيضا نسمع من بعض إخواننا من بعضهم بسم الله، انظروا بسم الله وكأنه حرف بي، ليس في العربية بي. والفرق بارك الله فيكم بين بي وبي أن بي مجهورة، أب بي، وبي مهموسة، بي مهموسة. فالباء الفصيحة العربية الصحيحة مجهورة شديدة، لا بد من بيان انحباس كلا الأمرين، الصوت والنفس، عند نطقها. ننتقل إلى اللوحة التالية فنرى فيها مثالا على الباء المشددة المفتوحة، واللوحة مكتوب عليها: ينحبس الصوت فين؟ خلف الشفتين، ويهتز الوتران الصوتيان عند نطق الباء المشددة، من نحو قوله تعالى: وأبى لحب. نعم، انظروا إلى الصورة بارك الله فيكم. لما تبدأ الصورة نلاحظ بأن الشفتين تنطبقان، وبعد أن تنطبق الشفتان مباشرة تظهر أسهم بيضاء وقد انحصر الصوت خلف الشفتين. فلما تبتعد الشفتان عن بعضهما يخرج الصوت إلى خارج الفم. هذا الشكل المتحرك الذي ترونه أمامكم هو لباء مشددة مفتوحة كباء وأبى. سأنطقها مقرونة مع الصورة إن شاء الله. انظروا: أبى أبى. هل لاحظتم كيف أن بداية الباء شديدة مجهورة، ينحبس خلف الشفتين الصوت والنفس فلا يجريان، ثم لما تنفتح الشفتان يخرج الصوت والوتران يهتزان ولا يخرج نفس، وإلا كانت أبا، بعدين تصير أبا لو كانت مهموسة، وليس النطق الصحيح كذلك. ننتقل إلى اللوحة التالية وهي تمثل باء ساكنة مقلقلة، ونرى عن يمين الصورة قد كتب: ينحبس الصوت خلف الشفتين ثم ينطلق ويهتز الوتران الصوتيان عند نطق الباء المقلقلة، من نحو قوله تعالى: بالصبر ربوة. لاحظوا الصورة الآن، لاحظوا بأن عندما ننطق الباء المقلقلة تنقفل الشفتان من غير صوت، ثم تبتعدان وقد خرج الصوت بتباعدهما مشبها الباء المتحركة، ولكن دون أن يبتعد الفكان عن بعضهما، وقد شرحنا ذلك باستفاضة عند قول إمامنا الجزري: قلقلة قطب جد، في صفات الحروف التي لا ضد لها. قلقلة قطب جد، بينا بأن الذي يبتعد هو طرفا عضو النطق، وأما الفكان فلا يبتعدان، ولو ابتعدا لانفتح الحرف. فهذه الباء ساكنة مقلقلة. سأحاول أن أنطق مع الصورة المتحركة متزامنا معها حتى يصل إليكم الصوت الصحيح بإذن الله مقرونا مع الصورة. نشرع بذلك: أب 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 أب. هل لاحظتم كيف أن الصوت يخرج بتباعد الشفتين، وأن الفكان لا يبتعدان عن بعضهما عند تباعد الشفتين؟ فالذي يبتعد هو فقط الشفتان، ولو تباعد الفكان لانفتحت الباء فصار النطق أبا. إذن ما الفرق بين أب وبين أبا؟ أبا ابتعد فيها شيئان، ابتعدت الشفتان وابتعد الفكان. أما أب المقلقلة
فابتعد فيها الشفتان دون الفكين. هذه ملاحظة دقيقة أرجو أن تنتبهوا لها. ننتقل إلى الصورة التي بعدها، وهي تتعلق بحرف الجيم. نرى على اللوحة وقد كتب عن يمين الصورة: ينحبس الصوت خلف وسط اللسان. في الباء انحبس الصوت خلف الشفتين، الآن ينحبس الصوت خلف وسط اللسان، ثم ينطلق ويهتز الوتران الصوتيان عند نطق الجيم المقلقلة، من نحو قوله تعالى: اجتثت اجتثت الفجر الفجر. إذن أحاول أن أنطق صوت جيم مقلقلة مصاحبا للصورة التي أمامكم. أج 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 أج. هكذا نلاحظ بأن الصوت ينحبس خلف اللسان ثم ينطلق عندما يبتعد وسط اللسان عن غار الحنك الأعلى، فتخرج الجيم المقلقلة بتباعد طرفي عضو النطق، وهما هنا وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ثم يتابع الصوت طريقه إلى الخارج، وتبقى الجيم شديدة مجهورة، أي محبوسة الصوت محبوسة النفس. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها، ولها علاقة بالجيم المشددة ككلمة حج: ولله على الناس حج البيت أو حج البيت. نعم، أو فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. حج فعل ماضي. ننظر على يمين الصورة: ينحبس الصوت خلف وسط اللسان ويهتز الوتران الصوتيان عند نطق الجيم المشددة، من قوله تعالى: حج حج. نعم، انظروا إلى الصورة بارك الله فيكم. انظروا كيف أن عند بداية النطق ينقفل مخرج الجيم من وسط اللسان، فيتجمع الصوت خلف وسط اللسان، ويمثله على الصورة الأسهم البيضاء التي وقفت خلف وسط اللسان. فإذا نزل اللسان بعد نطق الجيم المشددة لينطق الجيم المتحركة التي هي مفتوحة، يخرج الصوت متابعا طريقه إلى الخارج. لاحظوا بأن الفكين يبتعدان عن بعضهما. لاحظوا بأن الفكين لماذا؟ لأن الجيم المشددة، الجيم الثانية من الجيم المشددة مفتوحة، فإذا هنا يبتعد وسط اللسان ويبتعد أيضا الفكان. لماذا؟ لأن الجيم مفتوحة، ففيها ابتعادان: ابتعاد لوسط اللسان وابتعاد للفكين. أنطق مع الصورة إن شاء الله متزامنا معها: حج 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 حج. هذا هو النطق الصحيح للجيم المشددة مقفولة المخرج. وأؤكد على قفل المخرج، لا بد من ذلك، وإلا خرجت الجيم رخوة، وهذا خلاف الفصيح. ننتقل إلى اللوحة التالية التي تمثل نطقا خاطئا لحرف الجيم. انظروا إلى ما كتب عن يمين الصورة: عدم حبس الصوت خلف وسط اللسان عند نطق الجيم يؤدي إلى نطق جيم رخوة غير فصيحة، وسبب ذلك عدم كمال غلق مخرجها. انظروا إلى الصورة: قد ارتفع اللسان من أجل نطق الجيم، ولكنه لم ينقفل تماما انقفال على ما يحاذيه من وسط غار الحنك الأعلى، وبقي المجرى مفتوحا، مما أدى إلى جريان الصوت الذي مثل له في الصورة بأسهم بيضاء متوالية، وهذا نطق عامي يخالف النطق الفصيح الصحيح. هذه الصورة سأنطقها خاطئة هكذا: أج أج أج. هذا كله نطق خاطئ غير صحيح، إنما ذكرناه ليجتنب لا ليؤتى به. هذه الصورة التي أمامكم، دائما بعد أن نذكر الحكم أحب أن أقارن بين الصحيح والخطأ.
أو بين الأمور التي بينها اختلاف، لأنه كما يقولون بضدها تتميز الأشياء. فنعود إلى الصورة لو سمح الأستاذ المخرج لنبين نطق الجيم الفصيحة الشديدة ونطق الجيم الرخوة الخاطئ. انظروا إلى الصورة التي على اليمين وكيف أنها تمثل نطقا لجيم شديدة فصيحة. سأنطق مع الصورة التي عن يمين اللوحة، هذه جيم ساكنة مقلقلة. انظروا، ج ج ج. هل لاحظتم كيف أن اللسان يبتعد وأن الفكين لا يبتعدان؟ هل لاحظتم البعد بين الأسنان وأنه لم يتغير عندما ابتعد وسط اللسان عن مخرج الجيم؟ ج ج ج. بينما الصورة التي على اليسار هي التي مرت معنا منذ قليل والتي فيها نطق خاطئ لجيم رخوة عامية يجري معها الصوت، وهذا لا يصح. أج. هل رأيتم الصورة التي على اليسار؟ أج. إذن بهذه المقارنة يتبين لنا النطق الصحيح لحرف الجيم والنطق الخاطئ لهما. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.